اكبر شيبسية هتشوفها في حياتك. ما هذا؟ ايه الهبل ده؟ ما اتخدعت ولا ايه؟ ده يا جماعه شيبس بونكي اللونج شيبس اللي عامل زي برينجل، سعره 29 جنيه، لوكال براند. جبت كل الاطعمه في سلسله الكشك، فتعالوا نشوف الكلام ده اختراعه ولا فضيعه، مين احسن طعم فيهم. يلا بينا نبدا بالاوريجينال. ايه ده يا جماعه؟ ده شكل الشيبس. اول مره اكل اللونج شيبس في حياتي. 1 2 3 4 5 6 7 8، وطلع في 2 كمان في الباك، يبقى الواحده فيها 10. شكله مقرمش طبعا جدا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ده جامد جدا يا جماعه، ده الاوريجينال وجامد جدا. الخل والملح. فرايد فور اونلي 10 seconds، وهنا كاتب لك كل الخطوات اللي بتحصل. محترمين والله. خل وملح خطير يا جماعه، جامد قوي. حاسس حاجه بين الشيبسي والكراكر اكتر ما هو شيبسي، قريب للبرينجلز، ولكن لا يعني في اختلاف في الطعم، ولكن طعمه جامد جدا. فكرني بالمسطره كنا بنضربها على نفسها زمان في الاوبرا، بس طعمه جامد. هاني باربيكيو. لا توابل كتير قوي الهاني باربيكيو، يعني طعمه صناعي شويه. جبنه. ما اتخدعت ولا ايه؟ توابل كتير قوي فوق وفوق وتحت مفيش. ساور كريم واونيون، دي من الاطعمه المفضله ليا. ساور كريم اونيون قريب من برينجلز قوي، ان ده ب 29 جنيه بالطعم ده، جامد قوي. واخر طعم الهوت شيلي، ولكن ما باكلش حاجات سبايسي انتوا عارفين. فاكتر ثلاثه عجبوني الخل والملح، الساور كريم اونيون، والاوريجينال. سلسله الكشك يعتبر اختراع ولا في الضياع. الثلاث اطعمه دول اختراع. شابوه للباكجينج، الطعم، الفكره. انا جايبه من الفار، اعتقد موجود في كل الهايبرز وموجود في الابلكيشنز. جربوه. استنوا فيديوهات ثانيه بسلسله الكشك. سلام شباب.